هي ضربوا الحديدة، ضربوا الكهرباء، والمرة الأولى ضربوا الحديدة، كله على راس الحديدة. تمام. والجماعة زي الفيران متخبية بحق الحفر. طيب دام انتوا بتجاهدوا وبتدوروا الجهاد والجنة، اخرجوا انتوا، اخرجوا جاهدوا، بدل ما انتوا جالسين زي الفيران في الحفر وعيالكم مخبينهم في الدول الثانية ومأمنين مستقبلهم. خرجوا عيالكم. وين اللي بتسموا انه السيد جالس داخل الحفرة ومخبي نفسه؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيخرج يجاهد، كان بيشوف أحوال الرعية، كان بيتفقد الناس، هو جالس داخل الحفرة ليش؟ وين عياله يجاهدوا؟ ليش ما يجاهد إلا بحياة الناس العادية وشباب اليمن وأطفال اليمن؟ يعني منطقيا شغلوا مخكم. ليش اللي يشيل أطفالكم وعيالكم وشبابكم ويرموهم للجهاد؟ ليش ما يخرجوا عيالهم ويجاهدوا؟ ليش ما يخرجوا هم من الحفر ويجاهدوا؟ ليش إلا على رأس الشعب تجاهد؟ السؤال يعني السؤال، السؤال ليش هم جالسين بفللهم وسياراتهم وفلوسهم وحفرهم اللي متخبين فيه؟ طب اليوم ضربوا الكهرباء، وقبل كده ضربوا المصافي، والناس قد ما فيش كهرباء، قد عايشين يدوب على في الكهرباء. الحين امتسحت. لمتى الهنجمة الفاضية اللي ما لش لازمة؟ لمتى بتضلوا كذا بس تهنجموا على راس الشعب؟ عاملين نفسكم هنجمة وكله على راس الشعب المسكين اللي لا لاقي منكم خير، وفوقها تجيبوا اللي في الخارج يضربوهم. متعمدين والله انكم متعمدين تعملوا الحركات دي تتخلصوا من الشعب. ما عرفتوا تتخلصوا منهم تكملوهم انتوا، جبتوا اللي برا يكملوا عليهم. حقيقة. الحين تيجي واحد يقول لي احنا فداء فلسطين. فلسطين مش محتاجتكم. فلسطين ما تشيش خونة لبلاده. انت خاين لبلادك، لأهلك، لناسك، مجوع ناسك، مجوعهم ومخليهم ياكلوا من الزبالة وبلا رواتب ويشحتوا شحاتة، ولاقئين من شق وطرف اليمنين. تمام؟ مش محتاجين للناس خونة مثلكم. ما حد يستأمنكم وما حد مدي لكم وجه. وبعدين اللي يجي من دولة ثانية، والله اليمن ليش دولتك ما بتتحرك؟ لأنه بيخافوا على شعبه، بيخافوا على إنجازاتهم. وطز في اليمن وفي أهلها وفي ناسها وفي كل هذا طز. أهم شيء هم راكزين. لا تطبلوا لناش، ما نشيش التطبيلات. احنا اللي يشتي يطبل يروحوا. تمام؟